السلام عليكم، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة بإذن الله. اليوم إن شاء الله عندي طلبية ديال 3 ديال الدجاجات محمرين، غنطيبهم في داري وغادي نحطهم في طبق التقديم يعني من الطنجرة ديالي نيشان، غادي يمشيو يتحطوا في الطبلة ديال الناس اللي طلبوهم ليا حيتاش الناس قرابين ليا ما باعدينش بزاف. إن شاء الله اليوم غادي نشارك معكم كاع الأسرار اللي كنعتمدها باش هكا الدجاج كيجي محمر وزوين واخا ما تقليوهش في الزيت كيجي رائع رائع جدًا. والمريقة حتى هي كتجي ملبية ومعسّة وواقفة في الزويته ديالها. نعطيكم كاع الأسرار اللي كنعتمدهم وغنخدم عليكم حتى شي حاجة إن شاء الله بإذن الله. خليكم معايا نعطيكم الطريقة والمقادير في نفس الوقت. هنايا البنات غادي ناخدو واحد البول باش هكا نوجدو التتبيلة ديال الدجاج. هنا خديت 2 معالق كبار ديال سكينجبير، واحد معلقة كبيرة مع مرش نتاع البزار، متكتروش البزار، 2 معالق ديال الخرقوم، راس معلقة ديال القرفة، وغادي نديرو معلقة كبيرة ديال السمن، غادي نديرو معلقة كبيرة ديال اللب ديال الحامض مصير هكا مقطع رقيوق، وغادي ندير 2 معالق كبارين ديال الثومة. يعني هاد المقادير هادو اللي عطيتكم ديال 4 ديال الدجاجات. هنايا خديت واحد الضامة ديال الزعفران، غادي نحكوها بين يديا هنا، ولا تقدروا ديروا الزعفران شعره يكون طبيعي، ديروه مع واحد نص كاس ديال الماء. هنايا هاد العطريه هادي غادي نخلطها غير بالماء، ما نديروش الزيت نهائيا. دابا ما غنقيسوش الزيت في هاد المرحله هادي. درت هنايا شويه الماء دافي باش هكا داك السمن يذوب ليا واحد شويه حيت الجو بارد بارد بارد. هنا تقريبا درت واحد نص سيطرو ديال الماء هو باش خلطت ديك العطريه. غادي نجيبو الدجاج ديالنا طبعا اللي كيكون مغسول مزيان ومرقد ليله كامله في الحامض والملحه وشويه ديال السكينجبير باش هكا كنتحصلوا على الدجاج كيكون نقي وتيكون اللون ديالو بيض. هنايا كناخدو الدجاج ديالنا كنلبسوه مزيان مزيان بهاد التتبيله هادي، كندخلو له في الجلده هكا ما بين الفخيضات لداخل في الصدر، يعني التتبيله كتدخل في كاع الجوايح. اكثر هي هنايا في الصدر الفوق ان شاء الله غادي نقلبها وغادي نتكها هكا نديرها واحد 2 حفيرات هكذا في الصدر، وغادي ندخل مزيان مزيان ديك التتبيله. بالنسبه للدجاج ديال التحمار فخديت هنايا الدجاجه كيكون فيها ما بين 2 كيلو 2 كيلو 200 باش هكا كيجيو شويه الدجاجات كبارين حيتاش مازال غادي يطيبوا كيتكمشوا، ما كيبقاش الدجاج يعني مقلضم كما شريناه، فهمتوا؟ يعني الحجم ديالو كيتقلص. خديت الدجاجات شويه كبارين صافي. هنايا من بعد ما دخلت التتبيله كما شفتوا في الصدر صافي كندخل هنايا الرجيلات هنا. الا خفتوا لي تحلوا لكم ولا هاد التقيبه هذه اللي حليتو درتوها شويه كبيره، من الاحسن تحزموا هكا بالخيط الخاص بالطبخ راه كيتباع. صافي تحزموهم وان شاء الله فاش كيطيبوا كتبغيو تقدموهم ما تنساوش تحيدوا الخيط ديالكم. صافي هنايا غادي نكتفها مزيان وكنحاولوا على الجليده ما تنصش لينا الجلد ديال الدجاج باش هي اللي كتجي محمره وكتجي مقرمشه وكتعطي ديك البنه للدجاج محمر. نفس الشيء غادي ندير لهاد الدجاجات اللي بقاو ليا. كما قلت لكم انا عندي طلبيه غير ديال 3 دجاجات وحيده درتها لوليداتي هكذا حيت حتى هما غادي يبغيو الدجاج محمر. صافي هنايا نفس الشيء كما قلت لكم. هاد الطريقه هادي ما كنديروش الربيع، انا ما كنديرش الربيع نهائيا مقرد. كاين اللي كيدير الربيع مقرد، انا ما كنديروش باش ما كيجيش الدجاج خضر، ما كيجيش داك اللون ديال الدغميره خضراء. انا غير غادي نربطو ما غاديش وهذا سر يعني عطاتو ليا طباخه ماشي زعما من راسي، ولكن طباخه معروفه عندنا هنايا اللي كطيب الدجاج وكيطلع لها الدجاج واعر. قالت لي الربيع ما يتقطعش باش ما تجيش الدغميره خضراء. هاد الطريقه هادي معتمده عندي من شحال هادي، يعني منين بديت كنطيب هكذا وكندخل الكوزينه نيت وهذا، يعني هاد الطريقه هي اللي كندير. صافي خديت الطنجره ديالي من بعد ما كتفت هذوك الدجاجات كاملين، ستفتهم على الصدر ديالهم وخويت عليهم هذيك الدغميره اللي بقات، وغادي نزيد عليهم واحد 2 بصلات هكا غير مشنفين هكا نص تشنيفه باش يطيبوا مع الدجاج من الاول، والباقي ديال الكميه ديال البصله حتى كيطيب الدجاج وكنحيدوه عاد كنضيفوها. وهنايا كما قلت لكم قبيطه ديال الربيع قزبور ومعدنوس تكون مربطه كنحطها هكا في الوسط وكنمرق. هنايا مرقت بالماء يكون شويه دافي، كما قلت لكم الجو شويه بارد باش هكا دغيا دغيا طلع الغليه في الطنجره. هنا بالنسبه للكميه ديال الماء اللي غادي نديرو للدجاج، سواء درت 4 دجاجات ولا 8 ولا 12 ولا الكميه اللي درت، كنمرق الماء يجي في النص د الفخده ديال الدجاج. فهمتوا؟ يعني في النص ديال الدجاجه، ما تمرقوش حتى كيجي الماء الفوق هكا الدجاجه كتغرق في وسط الماء، لا غير النص ديالها. صافي هنايا كنسدو الطنجره كما شفتوا راه نفستها، ما كنسدهاش تماما نطرق عليها راه كيتفجر الدجاج وديك الجلده كتقطع صافي وما كيبقاش المنظر ديالو زوين. يعني كنخليو الطنجره ديالنا منفسه. المده ديال الطهي تقريبا خدات ليا 45 دقيقه والدجاج كيبقبق نيت على عافيه شويه طالعه نيت مجهده.
كيبقبق، مرة كنضرب عليه طليلة وكنحرك شوية الطنجرة غير هكا بيدي ماشي بالمغرفة، صافي حتى دازت ديك 45 دقيقة. كنجيبو واحد القطيب كنتكو الفخيضات ديال الدجاج، ما خاصش يخرج الماء من التقيبة ديال القطيب، نهائيًا ما يخرجش الماء. إلا شتي الماء كيخرج لك من الفخيضات من ديك التقيبة اللي تقبتي، عرفي راه الدجاج ديالك باقي ما طابش، يعني واخا داز ديك 45 دقيقة تقدري تكوني نقصتي البوطة داك الشي باش، فهمتوا؟ تزيدوه واحد ربع ساعة هكذا حتى كينشف تمامًا، دوك التقيبات ما تيخرجش منهم الماء نهائيًا. صافي هنايا أنا ما خرجلياش الماء يعني نشف، صافي راه طاب. كنحيدو بهاد الطريقة هادي اللي كلشي كيعرفها، مغرفة هكا تتكون ماضية من اليديدة ديالها، وكنخشيوها من العنق ديال الدجاجة وكنهزوها وتنحطوها إما في الشبكة ولا في اللاطة. إلا كنتو غادي تخشيو الفران ديالكم تحمروه غير في الدجاج ديالكم غتحمروه غير في الفران، فغادي ديروه مباشرة في اللاطة، واخا يطلق ديك المريقة في اللاطة ماشي مشكل، راه غادي ينشف مع التحمار. وإلا كنتو غادي تقليوه في الزيت ضروري ديروا واحد الشبيكة حتى كيتصفى من داك الماء مزيان عاد باش كتقليوه، فهمتوا؟ باش هذاك الماء ما كيطيرش عليكم، الله يحفظ فاش كيتلاقى مع الزيت يطير عليكم، لا قدر الله، الله يستر. يعني خصو يتستقطر مزيان. انا حيت غير 4 ديال الدجاجات غادي ندخلهم للفران حتى هما كيجيو محمرين، تيجي اللون ديالهم بحال الا مقليين، كيجيو زوينين بزاف. هو القلي كيكون ابن، ولكني حيتاش غير 4 دجاجات غادي نديروهم غير في الفران، واللي كيبغي طبعا حاجه صحيه راه غادي يدير غير في الفران ما يقليش. ولا كانت الكميه كثيره راه كنقليو. صافي هنايا ديك المريقه اللي بقات زدت عليها كيلو ونص ديال البصله مشلضه، زدت عليها الكانصه بوحدها بلا كبده، درت كاس ديال الزيت الروميه وكاس ديال الزيت البلديه وسديت عليها، وغادي نخليه يطيب واحد ساعه الا ربع واحده اخرى. في هاد الوقيته هادي غادي نهز هذيك الكبده، غادي ندير لها شويه ديال الملحه وغندير لها واحد شويه ديال الحامض، طريفات ديال الحامض، ونخليها تغلى واحد شويه باش هكا كتحيد لها ديك الزفوره. هنايا بالنسبه لهاد الخليط هذا هو باش غادي ندهن الدجاج. هادشي الا ما كنتش غادي نقليه، ولا كنت غنقليه راه غادي تستغناي على هاد الخلطه هادي. درت هنا 2 معالق كبارين ديال الزبده حيوانيه ولا د البواط، انا خلطت بيناتهم. درت معلقه صغيره ديال التحميره، ودرت واحد شويه د الزيت، تقدروا تزيدوا واحد شويه د المطارد الا كان عندكم، حتى هو كيجي بنين بزاف وكيجيب ديك القشيره ديال الدجاج بنينه بزاف. صافي غادي نعجن مزيان هاد الزبده هادي، كنت مخرجاها من الثلاجه من قبل باش هكا ترطاب ليا ودغيا كتعجن ليا. صافي كنخلط حتى كنتحصل على واحد خليط بحال البوماد، صافي وكندهن به الدجاج. هنايا صافي راه غادي ندهن به الدجاج وغادي ندخلو للفران باش هكذا يلاه يتحمر شويه عليه، وحده وحده العافيه تكون ناقصه باش هكا كيتحمر على خاطر خاطرو. وكما كتشوفوا الدجاج راه ما خليتوش طاب بزاف ولا تلهاو عليه حتى كيطيب، يعني ما كيخلي لكمش، ما كتهزوهش وانتم مرتاحين. شوفوا انا غادي نهز الدجاجه ديالي وانا مرتاحه، ما مفزره ما مفلعصه ما حتى شي حاجه، حيت عطيتها وقيتها ديال الطياب، ما فوت فيها الطياب، ما جبتها ما طيباش، فهمتوا؟ يعني 45 دقيقه راه كافيه، كما قلت لكم العافيه مجهده، راه كيطيب في 45 دقيقه لا اكثر. ونفسوا الطنجره ديالكم باش هكا كتبقى الجلده ديال الدجاج ما كيوقع لها والو، كتبقى هكا صاينه بالجلده ديالتها، ما كتهربش عليها الجلده وتفزر. صافي هنايا دهنت الدجاج ديالي من الفوق من التحت من الصدر، دخلت لها كاع هذيك الزبده في كاع الجناب. صافي وغادي ندخلها للفران، نخليها شي شويه من الفوق حتى كيتحمر لها الصدر، ومن بعد نهبطها ونقلبها على الجنيبات باش كيتحمر مزيان الدجاج. صافي هنايا بالنسبه للطنجره، من بعد ما قلبت هذيك البصله كنلقاها صافي طايبه، يعني كنبرك عليها بيدي صافي كطيب كتذوب دايبه كتمعس مزيان. صافي وهنايا وكحات المريقه، راه ما زدت لا ما لا حتى حاجه، راه غير الماء اللي طاب فيه الدجاج هو اللي خليتني طابت فيه عاوتاني البصله. وكما شفتوا زدنا الكانصه حتى هي راها طابت، كتشد هي شويه اليد في الطياب. زدت الزيت البلديه والزيت الروميه. دابا جات وقيت الكبيده هذيك الكبده، شللتها من داك الماء فاش غلات وقطعتها كطريفات شويه كبارين. كاين اللي كيخليها صاينه، الا كانت كثيره كتخليها هكا صاينه. وهنايا زدت معلقه كبيره ديال الحامض، اللب ديال الحامض مصير هكا تكون مقرده رقيقه، وكنزيدو واحد شويه ديال الهريسه باش كيجي المذاق ما هو حار ما هو حلو. وكنزيد معلقه صغيره ديال السكر سنيده باش هكا كتجي الدغميره ديالنا كما قلت لكم فيها كاع المذاقات، فيها الملوحه وفيها شويه د الحروره ديال الهريسه، ما كتجيش حاره بزاف، شويه وصافي. وكتجي فيها شويه ديال الحلاوه، واحد النغزه د الحلاوه، فهمتوا؟ كتجيش الملوحه غالبه وما كتجيش الحلاوه غالبه، كتجي معسله وكتجي زوينه بزاف بنينه. يعني هذا هو سر من الاسرار. بغيتو تزيدوا واحد شويه السمن في الاخير تقدروا تزيدوها، انا صافي جاني المذاق هو هذاك، فما ما زدت والو. وكنبقاو في التحراك فاش كنرميو الكبده، صافي كنبقاو نحركو ما كنغفلوش عليها باش هكا كتغمر لينا مزيان وكتعلك. هذا هو السر يعني في هاد التغميره هذه الاخرى، في التعليكه هذه الاخرى، حتى كنشوفوا الزيت تعزل على الدغميره تماما. كان الدغميره في جهه وزيت في جهه
تما كنعرفوا بلي راه التغميره ديالنا صافي راه واقفه وصافي راه واجده. كما كتشوفوا في الصوره الزيت راه مشى هك والتغميره مشات في الجهه، صافي كتعطينا واحد اللون كيجي ما ترميش معسل، كلشي، رمي كلشي في كيجي دقه وحده، بني، راه اللون الاولى ديالو غتحرق. بني. صافي هنا نقصي كنعرفوا بلي راه البوطاج درتي التغميره دابا، ديالنا وجدات. شي وحده صافي الشاي ندوزو ان شاء الله باش وتنبدا. نديريو في الطبسيل. صافي هنايا راه السيده جات باش تدي الطبسيل ديالها، قلت لها نعطيك كلشي ودريسي نتيا في الدار. قالت لي لا عافاك صايبي لنا كلشي راه ما غاديش نعرف نحط. والدار قريبه ماشي بعيده يعني ساكنه قريبه حدايا. درت الطبسيل حتى هو خشيتو في الفران حيتاش اليوم كاين البرد بزاف، درتو في الفران حتى هو تسخن مزيان. داكشي باش تشوفوني فرشت تحت منه الزيف باش ما يطرطقش. وعاد غادي ندوز الدجاج باقي سخون، الضميره حتى هي سخونه باش تديه ان شاء الله سخون. غنغلفوا لها بالبابي الومنيوم باش راه كلشي واجد عندهم، الطبيله واجده، غير غتهز الطبسيل وغادي تديه تحطو ان شاء الله فوق الطبله للضياف ديالها بصحتهم وراحتهم. صافي هنايا بالنسبه للدريساج كيبقى على حساب الفن ديال كل وحده كيفاش كتفنن في الطبسيل ديالها وكيفاش كتشوفوا. يعني الطبسيل كيبقى بحال شي لوحه وانت عندك الصباغه، لعبي بها كما بغيتي ورسمي فيها اللي بغيتي واستعملي الالوان اللي بغيتي وكتلعبي على المنظر وصافي هادشي اللي كاين. المهم التغميره هي اهم حاجه، راه جات معسله ومعلكه، اللون ديالها بني وكتجي الزيت معزول بوحديتو والبصيله والكبده والكانصه الاخرى معزوله بوحديتها. يعني هنا كتعرفي بلي راه التغميره ديالك ناجحه 100%. وفاش كتذوقيها كتلقاي ما هي حلوه، ما هي مالحه، ما هي حامضه، ما هي حاره، كيجي المذاق معتدل. تما كتعرفي بلي راه التغميره ديالك راها 100% واجده. وحاجه اخرى ان الدجاج حتى هو يتحيد في الوقت المناسب، ما تخليهش تفوت فيه الطيبه بزاف وما تخليهش عاوتاني هكذا يعني فيه هذاك الماء تخرج من الفخيطات. الا لقيتي الماء فخليه يزيد واحد شويه، واحد ربع ساعه وعاودي تكيه عاوتاني. ما خاصش ديك التقيبه د القطيب نهائيا طلع منها شي قطره ديال الماء، خاصها تبقى ناشفه. صافي هادو هما الاسرار البنات، يعني ما كاينش شي حاجه اخرى اكثر من هادشي. وهادشي كيبغي غير شويه ديال الزعامه بالنسبه للاخوات المبتدئات. اما الناس الكبار حاشا ولله واش نتقدموا قدامهم، يعني الموات ديالنا تبارك الله عليهم تعلمنا منهم بزاف ديال الحوايج. وكنتمنى ان شاء الله الطبق ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من اللايك ديالكم، ما تنساونيش من البارطاج. الله يجازيكم بخير والله لا يخليكم عليا. السلام عليكم الى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه. حجمي شوي خزليه شي شوي.